يا صباح الجمال من قلب الصعيد، صعيد مصر. النهارده من محافظة الأقصر هعمل لكم أحلى عيش شمسي جميل جدا وسهل وبسيط. بعتذر طبعا عن الصورة دي لأنها جوه البيت، فالإضاءة ضعيفة شوية، فأنا هصوره لكم طبعا بره، هتشوفوا شكله عامل ازاي. أنا وسلفتي النهارده حبينا نخبزه، شايفين الشكل؟ دي بقى الحنانين الصغننة دي اللي بنعملها للأطفال عشان يفرحوا بيها. هنعمله خطوة بخطوة كده. أول حاجة هنعمل العصيدة أو التعصيدة. هنجيب علبة السمنة ال2 كيلو دي، هنحطها هنملاها كده دقيق. هنسيب بقى شوية، يعني هوريكم كده الكمية اللي أنا هنسيبها أقل من ربع العلبة دي، هي اللي هنسيبها من الدقيق على جنب. دي التعصيدة دي أهم حاجة، أو العصيدة دي المية تكون بتغلي من على النار، منشيلهاش من على النار، يعني من غير ما تغلي. أهم حاجة تكون بتغلي وتغلي، ونحطها على طول على الدقيق. ده اللي بيخلي العجينة هشة وطرية وجميلة جدا. اهو حطيناها طبعا عليها، وده المصوات بتاعنا اللي احنا بنعمل بيه العصيدة. هنقلب كده تقليب جامد علشان ما تخرصش معانا. النهاردة انا وسلفتي هنعمل لكم احلى عيش شمسي اكلتوه وشفتوه. شايفين؟ احنا بنجهزها طبعا دي من بالليل، هي والخميرة بنجهزها من بالليل علشان الصبح نخبز ان شاء الله كده العيش الشمسي. شايفين؟ اهو اهم حاجة في الوقت ده ان احنا نقلب على طول علشان ما تخرصش. اهم حاجة تبقى ناعمة وطرية كده زي ما احنا شايفين اهو. بس طبعا عايزة ايدين قوية كده، يعني تفضلي تاخدي وتدي فيها كده على قد ما تقدري. كده دي التعصيدة او العصيدة بتاعتنا اللي احنا عملناها اهو. كده هنسيبها تهدى، وبعد ما تهدى نحط لها شوية مية كده على جنب، ونسيبها ونغطيها بعد ما تهدى وتبرد خالص. هنا بقى هنعمل الخميرة بتاعتنا. هنجيب شوية مية دافيين، وهنحط العقر بتاعنا. دي عبارة عن تخميرة دقيق ومية كنا بنعملها، فأنا هقول لكم هتعمل ازاي بعدين. هندوبه كده في المية السخنة، المية الدافية أسفة بتاعتنا، وهنحط كده قد حبة الفولة من الخميرة العجين. مش خميرة جافة يا جماعة، الخميرة العجينة دي بتتباع برضو في الأفران هتلاقيها. هندوبهم كويس كده، لو في اي حتت ناشفة او مش طرية نطلعها من العقر بتاعنا او من الخمر بتاعنا اهو. هنا برضو شايفين نفس العلبة بس مليانة شوية من فوق كده حرامية، هننزل بيها كلها كده اهو، وهنعجنها برضو من بالليل. يا جماعة انا لحد دلوقتي احنا بالليل بنعمل الحاجات دي، بنجهزها من بالليل على الساعة 10 كده بالليل بنجهز الحاجات دي. شايفين؟ اهم حاجة هنا القوام يبقى طري ومش بيلزق. شايفين يا جماعة اهو. انا عجنت بمية دافية علشان الجو كان يعني ساقع شوية، فعلشان تخمر بسرعة معانا عشان الصبح نلاقيها خمرت كده معانا. هنغطيها في مكان دافي، وطبعا نخلي بالنا ان هي ما تطفرش كده من ناحيتين او ما تقبش خالص، فاحنا هنحط تحتيها اكيد يعني حاجة ناخد اللي هينزل منها من ناحيتين. هنا بقى كان الصبح الساعة 7 الصبح، كان الجو جميل جدا، وهنبتدي هنا نخبز. هنا حطينا ملية كفة ايدك كده ملح، وهندوب العصيدة بتاعتنا دي، العصيدة اللي احنا كنا حاطين فيها المية يا جماعة. وهنحط برضو حجم حبة الفولة من الخميرة العجين اللي بتتباع في المخابز. هننزل كده بالدقيق، احنا عاملين بالظبط بالعلبة اللي احنا عايرنا بيها في الخميرة والعصيدة، عملنا 7 علب بس كده. هنبتدي نعجن كده، ما نزودش المية كتير يا جماعة علشان ما يبقاش مرخي مننا او طري خالص، وما ينفعش يتمسك بالايد. هنسيبه كده العجان يتعامل، بس طبعا هنحط ايدينا معاه. يا سلام على العيش ده بقى مع شوية بامية كده ولا شوية ملوخية، الله على الجمال، حاجة تانية خالص. وبقى لو عندك فتة كده وحابة تعمليه،
يا سلام يا سلام على الطعم والجمال لما تحمصيه كده في الفرن، ويعني مش هقول لكم هيوديكي فين. هنكمل باقي الدقيق، احنا نزلنا على الدقيق مرتين علشان ما يكلكعش مننا كده وبيعمل كتل. هننزل كده بشوية مية، شوية بشوية هنقلب الدقيق مع المية بتاعتنا اللي احنا حطيناها الاول. المية برضو تكون يعني زي دمعة العين او كده، او ادفى شوية يعني كمان. او هننزل بالمية كده شوية شوية. كده كنا وصلنا لمرحلة حلوة يعني، كده خلاص الدقيق كله اختفى. كده العجينة ابتدت تجهز شوية معانا، لسه طبعا محتاجة عجن ومحتاجة مية تاني. هنا بقى الخميرة بتاعتنا اللي احنا عملناها بالليل اهي. هي دي الخميرة طبعا، يعني طفرت من الجناب كده وعملت واو. فاهي هننزل بيها كده على العجين بتاعنا الحلو ده. هنقلبها كويس. اهم حاجة ايدينا مع العجان يا جماعة. شايفين النهاردة كان بجد احلى يوم، ان احنا بنخبز كده والجو جميل جدا والشمس كده يعني هادية وحلوة كده، وفي نسمة هوا حلوة كده داخلة على الشتاء. خلاص كده كده كنا خلاص. يعني العجين شبه ان هو جهز. هنا هنحط بقى المكون الجميل اللي هيخلي العيش بتاعنا ما يبصش مننا وما يحدقش مننا. معلقة من الخل. الخل في المعجنات يا جماعة محسن طبيعي، محسن جميل جدا. اهو شايفين العجينة عاملة ازاي؟ لا هي تخينة ولا هي صيصة كده وماهية يعني. هنسيب بقى العجين كده، العجان ياخد كده شوية فيه كده. بقى هننزل اطراف كده عشان ما تقولش علينا خايبين يعني. اصل حماتي بتقول علينا وماما اللي الواحده اللي العجان بتاعها او المعجن بتاعها بيبقى كده ملحوس كده بتبقى خايبه. فاحنا طبعا حبينا نثبت ان احنا ايه مش خايبين. هنقلب كده وهيقلب كده العجان مع بعض كده. وهنبتدي هنا نقطع العيش الحلو بتاعنا. شايفين كله مستني العيش يقطع يا جماعه، واحنا لسه اصلا بنخبزه. اهو كده هناخده كده حته كده على قد ايدينا، وهننزل بيه على المقارص بتاعتنا. ننزل بيه كده اول حاجه بعد ما نعمله بايدينا هننزل بيه في الدقيق. هجيبها لكم يا جماعه ثواني. اهو عملناه كده بايدينا، وهننزل بيه في شويه الدقيق اللي عندنا دي. وبعد كده نحطه على المقارص بتاعتنا. هنحط المقارص دي في الشمس طبعا. لو الشمس ما كانتش نزلت بنحطه تحت المروحه كده ياخد له شويه، اهم حاجه يهدى علشان نستنى الشمس كده لما تنزل. اهو هنحطه كده شويه في الدقيق. هنلفه كده بايدينا. شايفين سهل جدا. وهننزل بيه على المقرصة بتاعتنا كده، او الدويرة او اي حاجة على حسب كل بلد ما بتقول عليها ايه. اهو ده الرغيف بتاعنا. لسه طبعا هنشكله وهيبقى شكله حلو قوي. هنا بقى بعد ما حطيناه بره كده على السرير اللي بتاعنا كده. هنا خلاص كان وشه كان اخد كده هوا كده ونشف. يعني ما نسيبوش ينشف جامد، يا دوبك كده يستحمل ان ايدينا تحط عليه. وهندبه كده علشان نفرده شوية بسيطة، ما نفردهوش جامد علشان يبتدي يخمر معانا. هنكمل باقي الكمية وكده تبقى خلاص تمام. هنا كان آخر رغيف، اللي هو اللي هنعمله الحنانين الصغيرة بتاعة الأطفال دي. وهنا كنا خلصنا خلاص العيش كله. دي بقى النشاشة اللي احنا بنهش بيها الذباب والكلام زي كده. وبنهويله كده برضو علشان يبقى ايه وشه ينشف كده ويبقى يبتدي يقب بقى معانا.
هنا ابتدى يقب معانا اهو. بعد كده هنقلبه على الوش على الناحية التانية. اول ما هيبتدي كده يرفع كده ووشه هيبتدي ينشف، هنلف من الناحية التانية كده وهنقلبه على وشه. هنعمل كده كل الكمية بتاعتنا، وبعد كده هنرجع لكم مرة تانية. هنا كام خلاص، شايفين ارتفع ازاي؟ طبعا بياخد وقت في الشمس يا جماعة، مش كتير قوي. زي ما قلنا الشمس النهاردة كانت حلوة وهادية، فما كانش سخنة عشان تقومه بسرعة. شايفين هنا بنعدله تاني على وشه بعد ما عدلناه المرة الأولانية كده، قلبناه هنا بنعدله كده. كان اختمر معانا اهو. فهنبتدي كده نجيب إبرة أو دبوس يكون نضاف، طبعا مخصصين للخبز. فهنقرحه كده، اللي هو هنفتح القرون بتاعته. شايفين نعملها نص دايرة كده، ما نكبرهاش قوي علشان ما تطلعش الرغيف كله معانا. يا سلام على الجمال. هنكمل باقي الكمية كده، وبعد كده ارجع لكم مرة تانية. شايفين اهو، نص دايرة صغيرة كده. 3، احنا بنعمل 3. كل بلد بقى بتعمل قد ايه قرون. هنا هنولع الفرن بتاعتنا، هنمسحها كويس من اي تراب. هتسخن كويس، اهم حاجة نسخنها كويس، وبعد كده نهدي النار. وهنرص العيش بتاعنا الجميل ده على المطرحة بتاعتنا، هندوسه دوسة خفيفة كده وهندخل بيه في الفرن. شايفين الجمال؟ كله منتظر العيش ده يا جماعة، والله ما اقولكوش الجماهير اللي ورايا عاملين ايه. كده هنقفل عليه ونسيبه يستوي. يا سلام، وشه ابتدى ياخد لون كده اهو. هنهديله النار خالص علشان يستوي. بعد ما النار كانت عالية وسخنة، نهدي النار خالص علشان نسيبه يرتفع. هنقلب كده، يعني الحتة اللي اتحمرت كده نخليها من بره، واللي لسه نية نخليها من جوه. هنقلب الكل كده، واهو شايفين كان خلاص قرب يخرج. شايفين اللون؟ الإضاءة على الطبيعة جميلة جدا. ده من جوه بكتير يا جماعة، احنا قاعدين في الزرع تحت. شايفين الجمال واللون حلو ازاي؟ يا سلام. الطعم والريحة ما اقولكوش عاملة ازاي. اهو شايفين اللون بتاعه اصفراني كده وجميل جدا. دي الحنانين الصغيرة اللي انا قلت لكم عليها، اللي العيال مستنيينها اصلا علشان يحشوها جبنة او سمنة وسكر، زي ما كنا نعمل في ايام الطفولة. شايفين اللون اختلف طبعا، لان احنا كنا في اضاءة ورحنا في اضاءة تانية خالص. ده بعد خلاص ما خرج من الفرن اهو. هنسيبه يهدى كده على الاطباق بتاعته. ولايك وشير وسبسكرايب اذا عجبكم.